السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم موضوعي مهم جدا. الكثير معنا يلجأ على شراء البيت الجاهز. كثير معنا يحب أن يوفر وقت وجهد ويلجأ إلى شراء البيت الجاهز، إن كان تمويل أو إن كان كاش. بس إيش هي الإجراءات اللازمة قبل لا أشتري البيت الجاهز؟ أول شيء نصيحتي لهذا الموضوع 3 نصائح. إذا أنت عندك الوقت فالأفضل أنك تمسك البيت وهو ينفذ. اختيار المواد، اختيار التشطيبات، اختيار كل شيء يرجع لك أنت. هنا طبعا لازم يكون معك وقت اللي هو من 30 إلى 40% من وقتك راح تخصصه للمبنى. البعض يقول لك والله أنا ما عندي وقت راح أشتري جاهز. الشيء الثاني، ما عندك وقت، عندك وقت 20 إلى 30%، وهذا النصيحة هي المهمة لكم. أن الشخص لما يشتري البيت أفضل إذا ما قادر يبنيه من البداية أو أنه يوقف مع المقاول من البداية باختيار المواد وغيره. التشطيبات ضرورية، يعني ينهي المقاول الهيكل. بعد ما ينهي المقاول الهيكل ضروري أنت تتدخل في الموضوع، ضروري أنت يكون تدخلك في الموضوع، لأن البيت العمر أنت راح تسكنه. فأنت تحط المقاول هو اللي ينفذ، هو اللي يشتغل ويشطب وغيره، وبكرة أنت تسكن، عجبك ما عجبك هذا وحده إجراء ثاني. فنصيحتي على المالك، إذا كان ما عنده الوقت يوفر قليل من الوقت، زين، يوفر القليل من الوقت ويشطب بنفسه. هي التشطيب، السيراميك، الأصباغ، جميع من بعد ما ينتهي المبنى من البلاستر، من بعد ما انتهى الهيكل من البلاستر، جميع المواد من بعد البلاستر انت تختارها. ليش؟ لأن هذه انت راح تريحك مستقبلا. هذا بالنسبة اللي عنده 20. البعض يقول لك أنا ما عندي وقت اني انا امشي، انا اريد بيتي جاهز واستلم بيتي جاهز، اشتري بيتي جاهز. هنا انت تضطر تختار المقاول الثقة. ايضا بالسعر، لان الوقت هذا اللي انت هنا وفرته لك، هناك راح تدفع اضعاف مضاعفة. على سبيل المثال، البيت قيمته 70، راح تدفع 140 او 150 الف. ليش؟ بيقول لك تشطيبات راقية، انا مشطب لك. جميع التشطيبات اللي ببيتك راقية. متر السيراميك بورسلان ايطالي متر ب 25، تركيبه بهذه الطريقه. يعني انت راح تدفع مبالغ، وسبب انك انت وفرت جهد ولا انك وفرت وقت هناك في هذاك المكان او في هذاك اسمه،